كل رأس سنة كتبان واحد الإنسانة في القنوات اللبنانية اللي كتدعي بأنها كدير توقعات على شنو غيوقع في السنة المقبلة. والغريب أنه أغلب توقعاتها كيصدقوا ليها بواحد الدقة ماشي عادية، يعني ماشي غير كتهضر من فراغ وصافي. الشيء اللي خلاها دير البوز وتنتشر مؤخرا بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفوا بعد التوقعات ديالها ونرجعوا نكملوا. سنرى بعض المدن الصينية وكأنها مدينة أشباح. ووهان الآن باتت شوارعها خالية وعلق سكانها بين جدران منازلهم بعد تفشي فيروس. سنشهد انتشار مرض جديد يشبه الإنفلونزا يهدد جهاز المناعة ويؤدي إلى عدد من الوفيات في عدة دول. يرى الخبراء أنه من الضروري العمل على تقوية جهاز المناعة. في دولة عربية بتوصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022 صحيح بقطر. بقطر نعم. الله يوصل الله يوصل الله يوصل. زلزال يضرب تركيا تأثر بقوة بعض الدول العربية وسيشعر بهالهزات سكان سوريا الأردن لبنان وفلسطين المحتلة. اليوم بتاريخ 6/2/2023 استيقظت البلدة على فاجعة كبيرة، هزة أرضية. هاد الدقة في توقع الأحداث حيرت بزاف الناس واللي منهم أنا شخصيا، وخصوصا في القضية زلزال تركيا. وكاين اللي بدا كيخرج تأويلات وكيقول بأن هاد ليلى عبد اللطيف ماشي عرافة وإنما خدامة مع الماسونية ولا المخابرات، وكيعطيوها المخططات ديالهم باش تنشرهم وتنشر الرعب في نفوس الناس وتخوفهم. واش هادشي بصح ولا لا؟ هادشي كله غنجاوب عليه في هاد الفيديو، وغنوضح شي امور اللي خطيره واللي ما عمرها ما تناقشات في اليوتيوب سواء في المحتوى العربي ولا حتى الاجنبي. خلي ليا معك واحد اللايك باش نطلعوا هاد الفيديو وننشروا الوعي بهذا الموضوع عند اكبر عدد من الناس. نبداو على بركه الله، ولكن من بعد هاد الانترو الخفيف. ممكن، وفي نفس الوقت لا. كيفاش؟ لبنان واحد الدولة اللي معروفة بالمحافل الماسونية، يعني ماشي بعيد أن ليلى عبد اللطيف تكون ماسونية. لكن اللي خصك تعرف أخي ولا أختي هو أنه الماسون راه ما تيخبيوش راسهم كيف ما تيروجوا، بالعكس الماسون راه كيفتخروا بالانتماء ديالهم. ويقدر الماسوني الا سولتيه ينكر، ولكن ما عمره ما غيخبي عليك أنه ماسوني. وديما تيبقاو محافظين على الطقوس ديالهم والعلامات ديالهم، كيف كيقولوا الامريكيين hidden in plain sight، يعني مخبي ولكن راه امام المرأة عينيك، خصك غير تحقق مزيان وغيبان لك. وانا شخصيا من خلال البحث ديالي والمتابعه ديالي ليها ما لقيتش شي دليل على انها ماسونيه من غير الهضره ديال الناس. ثاني حاجه، الماسونيه كتخدم بواحد التكنيك اللي معروفه واللي كتسمى بالبري بروغرامين ولا البرمجه المسبقه. مثلا الا كانوا حاطين شي مخطط ديال شي وباء ولا شي كارثه في سنه 2060، فراه كيدوزوا واحد 20 عام ديال البرمجه على الناس عن طريق الافلام والبرامج الوثائقيه وحتى المواقع الرسميه ديالهم. تيوريوك السيناريو اللي غيوقع ليك كيفاش داير، وكيبرمجوك حتى على كيفاش خصك تتصرف في داك السيناريو. والهدف ماشي باش يخوفوك من الدرجه الاولى، لانه في الغالب انت كتكون كتستمتع بدوك البرامج ولا الافلام وكتبدا قاعد تتمنى انك تكون عايش داك السيناريو. والهدف ديالهم هو ياخذوا الموافقه ديالك. كيفاش؟ انا غنشرح لك كل شيء. هاد المنظمات السريه كيامنوا بواحد الحاجه اللي سميتها الكارما، واللي مشتقه من الديانه الهندوسيه وجزء من الكابالا اليهوديه. وكيامنوا باللي كل فعل عنده رد فعل، بمعنى لا اديت شي واحد غترجع ليا الاديه في البلاصه، ولكن الا قلت ليه غناديك وما اعترضش فراه غنسلم من ديك الكارما وغنبرئ نفسي. طبيعه الحال هادو افكار شيطانيه كيبرر لهم بها الشيطان الاعمال ديالهم. بالعربيه كيديروا داكشي اللي كنقولوا ليه حنا السكوت علامه الرضا، والرضا ديالك محتاجينه. داكشي علاش كيستغرقوا سنوات وهما تيقولوا لك المخططات ديالهم بالتفاصيل باش يكونوا اكيدين ما غيفلتوا الرضا ديال حتى واحد. ومثال حي، ما كاينش فينا اللي غيكون ما شافش ولو فيلم واحد سواء على الاوبئه ولا الفضائيين. Have you ruled
about aliens or extraterrestrials, and if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. Thanks for the question. I'll let the intel community and the counterintelligence community figure that out. ولا الذكاء الاصطناعي كيحكم البشرية. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. هادشي عكس ما كتقوم به ليلى عبد اللطيف اللي كتعطي تنبؤات ما بعيداش بزاف وغالبا ما كنسيقوا لها الخبر حتى من بعد ما كيوقع شي حدث ديجا تنبأت به. ولا كانت ليلى عبد اللطيف فعلا ماسونيه فراه خدمتها ما غاديش تكون تعتمد على التخويف وانما على حوايج اخرين غنطرقوا لهم من بعد. هاد السؤال جاوبت عليه هي بنفسها وقالت بان المخابرات هما اللي كيطلبوا منها دير لهم التوقعات، وكنظن بانها ما كذباتش في هذه. علاش؟ حيت فعلا المخابرات الامريكيه CIA في الثمانينات كانت دايره واحد البرنامج شديد السريه ومسمياه ستارغيت، البوابه النجميه، واللي كيدعيوا انهم حبسوه سنه 1995 ووقفوه على العمل. وانا شخصيا كنشك في هذه القضيه ديال انهم يكونوا وقفوه. هذا البرنامج كانوا جامعين فيه بزاف من كيبحال هاد ليلى عبد اللطيف بغرض التجسس على الاتحاد السوفيتي في الحرب البارده، وفي نفس الوقت باش يحلوا بعض الجرائم المعقده اللي ما قدوش يفكوها. وفعلا كانوا كينجحوا في هذا الشيء. وحسب هاد الوثائق السريه اللي فرجت عليها المخابرات الامريكيه، هاد الخدمه اللي كيديروا هاد العرافين كانوا كيسميوها بالريموت فيوين، زعما المشاهده عن بعد، واللي كنسميوها حنا الشوافين ولا الشوافه. داكشي علاش كنسمعوا ليلى عبد اللطيف كتبدا هضرتها غالبا بكلمه ارى كنشوف. قلت لهم شايفه ناس لابسه ماسك ولابسين كانهم طالعين على الفضاء. هاد العمليه كانت بسيطه جدا، كيعطيو لداك الشواف ورقه وستيلو وكيعطيوه فقط شي تلميح على داكشي اللي تيقلبوا عليه. داك الشواف كيغمض عينيه حتى كيلقى راسو كتب ليهم ولا رسم كاع داكشي اللي محتاجينه وبدقه. هاد الطريقة من بعد اتضح بأنه أي إنسان يقدر يقوم بها، ولكن ما كنصح حتى واحد يديرها، لأنك حرفيا كتعرض نفسك لعالم الجن والشياطين. وكاع الناس اللي جربوها ولاو تيشوفوا شي حوايج اللي خايبين وشي كوابيس اللي مفزعة، وهذا الشيء كانوا تيعانيو منه حتى المحترفين في هذا الميدان. وكنحذركم منه باش تجتنبوه وتراقبوا الأبناء ديالكم، لأن الفضول شي مرات تيكون الثمن ديالو صعيب. هاد الناس اللي كيكونوا مجاهدين في هاد النوع ديال التشوفات تيكونوا في الغالب جوج الانواع، يا اما سحرة تيخدموا الجن والشياطين بالاراده ديالهم، ولا ناس عاديين يكونوا تعرضوا للمس الشيطاني وكيبداو يسمعوا اصوات في الراس ديالهم. والمس الشيطاني الاسباب ديالو معروفه، يا اما بسبب الخلوه بدون ذكر الله، ولا بسبب الخوف الشديد، ولا الصدمه، ولا العزله، ولا الناس اللي كياخذوا الجماد كصديق وكيبقاو يهضروا معاه، ولا كثره الحزن، ولا حتى بالوراثه بسبب تعاطي الوالدين للسحر. وهذا الشيء ما جبتوش من راسي، وانما عنده ادله شرعيه وحتى باعتراف اغلب السحاره. وصراحه هذا الشيء بديت كنقلب عليه في ليلى عبد اللطيف لانني كنت متاكد غنلقى شي حاجه. وفعلا ما خابش الظن ديالي، هاد السيده كيتوفروا فيها جوج ديال الشروط من الشروط اللي ذكرنا. سمعوا معايا هذا المقطع. بعد وفاة والدك ست ليلى انحطيتي بدار الأيتام، كان عمرك 7 سنين أنت وإخواتك الاثنين هند وسناء. نعم. طلعتي من دار الأيتام كان عمرك 20 سنة. حرمان، قسوة، جوع، إذا بدك كم مرة تبكي على مخدتك؟ كثير، ما في يوم إلا ما أبكي، خصوصا إذا شفت مجرد ما كنت شوف أختي هند هيك لوية رقبتها وعم تبكي أبكي. وسناء؟ سناء شوي وطلعت، ما ضلت معنا، ما تحملت. شو موجع على هالصورة؟ بس أنا وهند أكيد، خصوصا لما شوف أختي كانت عم تنضرب أو شيء كنت أوقف. أنا كنت أقوى من هند عاقلة، أنا كنت شيطان كبير. بالإضافة الأب ديالها اللي كان حتى هو تيتنبأ كي بحالها، وكان تيدير ممارسات اللي غريبة نوعا ما. وهنا بدا تيتضح كل شيء. هاد السيدة بكل بساطة كتستعن بالوساوس الشيطانية ديالها، وهما اللي كيقولوا لها شنو تقول وشنو ما تقولش. ولكن واش الشياطين كيعلموا بالغيب؟ الجواب هو لا. يقول تعالى في كتابه الحكيم:
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآية صريحة وكافية لأي واحد تدعي علم الغيب بالنسبة للجن. وكل ما في الأمر هو أن الجن والشياطين حتى هما أقوام بحالنا، فيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم العلماء، ومن فوق هادشي تيفوقونا في القدرة ديالهم. والدليل قصة سيدنا سليمان وداك الشيء اللي كانوا قادرين يبنيو ليه. فإلا كان طبيب الإنس من بعد تشخيص المرض ديالك قادر يحدد شحال باقي لك الأيام باش تعيش، وعالم المناخ قادر يعطيك سيمانة ديال أحوال الطقس، فما بالك بالجن والعلوم ديالهم. وفي حالة زلزال تركيا، هذيك المنطقة معروفة بالزلازل العنيفة، وماشي بعيد توقع حدوث زلزال في المنطقة، ولكن الخداع والمكر والدجل ديال الشياطين كيخليو الناس تشك في آيات الله وفي القدرة الإلهية وما يديوهاش فيها. قال تعالى: وكأين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى تيورينا آيات من آياته في الأرض وكيخوف العباد ديالو بها، وكيعطيك فرصة أنك تراجع نفسك. لكن عوض ما الناس تخاف الله وتطلب التوبة والمغفرة وتحس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، كل شيء بقى مركز مع ليلى عبد اللطيف وداك العالم الهولندي اللي حاشا واش عالم، طلع غير منجم كلاس. وكل شيء بدا تيقول باللي هذا الزلزال مفتعل، وطاح في الفخ ديال هاد الدجالين جنود ابليس اللي نجحوا في المهمه ديالهم وخلاو الناس تبدا تشك. ونزيدكم، اي واحد كيهضر بهذه الطريقه ديال الحب والسلم عرفوه دجال. انا كل عمري دائما بحمل سلاح المحبه والسلام، ما بحمل سلاح الكراهيه 100%، لانه سلاح المحبه هو اقوى من سلاح الكراهيه. صحيح. وانا مع كل الناس محبه الحمد لله، حيت هذه هي لغة الشياطين ولغة الدجالين العصر الجديد. نتمنى تكون وصلاتكم الفكرة، ونتمنى تكونوا تبعتوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش ديروا واحد اللايك والسبسكرايب باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد من الناس باش يوعاو بهذا الموضوع. ما تنساوش تردوا البال من كي بحال هاد الدجالين وما تطيحوش في الفخ ديالهم. كان معكم السالب، تهلاو.